56 وهي قوله تبارك وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه الآية والآية التي قبلها تمثل المنة السادسة والنعمة السادسة التي يذكر بها تبارك وتعالى بني إسرائيل بقوله جل في علاه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فذكره تبارك وتعالى بهذه النعمة، وهي إحياؤهم بعد إماتتهم حينما طلبوا أن يروا الله عز وجل جهرة، وقالوا لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا البعث كان بعد الإماتة، وتعبير القرآن تعبير دقيق حينما قال تبارك وتعالى: ثم، هذا حرف عطف يراد منه الترتيب والتعقيب. ومعنى الترتيب والتعقيب أن إماتتكم وبعثكم كان له فترة، وذلك لإظهار المنة. لم يكن موتهم وصعقهم على لحظات ثم بعد ذلك بعثهم تبارك وتعالى، لا، إنما أماتهم إماتة حقيقية. ولذلك قال تبارك وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم. هذه كلها إشارات إلى أن موتهم كان موتا حقيقيا، ليس إغماء وليس نوما، إنما كان موتا حقيقيا، بعكس ما صعق به موسى عليه السلام. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا فخر موسى صعقا فلما أفاق. قال: فلما أفاق، الإفاقة بعد الإغماء. أما البعث يكون بعد الموت، ولا يسمى نوما، لأن النوم وفاة، كما أخبر الله عز وجل في قوله تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل والنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فسمى النوم وفاة تبارك وتعالى. أما الموت فهو إخراج الروح من هذا الجسد، وحادث لهم هذا حقيقة. لكن توسلات موسى عليه السلام بالله عز وجل والتجاءه إلى الله عز وجل أنه أهلك خيرة بني إسرائيل، ستقول بني إسرائيل أنه قتل خيرة بني إسرائيل، فقال: أذهب إلى قومي وقد قتل خيارهم. فصار يتوسل بالله عز وجل ويناجيه حتى استجاب الله تبارك وتعالى له دعاءه. وهذه معجزة أخرى لموسى عليه السلام، أن الله عز وجل خرق له قوانين الكون. فالله عز وجل قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كما قال تبارك وتعالى: ويوم القيامة تبعثون. البعث لا يكون إلا يوم القيامة، هذا هو قانون الله عز وجل. لكن الله عز وجل خرق هذا القانون لنبي الله موسى عليه السلام كمعجزة له على صدقه
وأن الله عز وجل قادر على أن يخرق قوانين وضعها تبارك وتعالى متى شاء وكيفما شاء، فهو القدير على كل شيء جل في علاه، لن يقف أمام قدرته شيء جل في علاه. فقال تبارك وتعالى ثم بعثناكم، أي أن الموت أخذكم وتحقق فيكم هذا الموت ثم بعثناكم. وكلمة البعث في اللغة العربية قد يراد بها الإرسال، منها بعث الأنبياء أو بعث الرسائل، فقيدها تبارك وتعالى من بعد موتكم، أي أن الذي بعثوا منه هو الموت ليس غيره، لا نوم ولا إغماء. ومن هذا أخذ بعض العلماء أن هؤلاء 70 بعد أن أحياهم الله تبارك وتعالى ورأوا الموت بأم أعينهم وعاشوا لحظاته ورأوا ما بعد الموت، فأحياهم تبارك وتعالى وجعلهم أنبياء في بني إسرائيل. لأن الإنسان حينما يرى الحقيقة حقيقة ماثلة أمام عينيه ليس أمامه إلا أن يذعن ويؤمن بالله تبارك وتعالى. كان إيمانهم إيمان اضطرار، لأنهم رأوا الأمور عيانا، وهذا فيه أن من طلب شيئا ليس من حقه يستحق العقوبة. لذلك عاقبهم تبارك وتعالى بهذا الصعق، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون إلى موت بعضكم لبعض أو إلى موت أنفسكم، وأنتم تنظرون كيف تأخذكم هذه الصاعقة. فأخذتكم الصاعقة، ما قال تبارك وتعالى فأخذكم الله بالصاعقة، بل قال أخذتكم الصاعقة، لأن الموطن موطن من الله عز وجل، وذكر النقمة في موطن النعمة لا يكون فيه نوع بلاغة ونوع قبول لهذا الخطاب. لذلك قال تبارك وتعالى فأخذتكم الصاعقة، رغم أن الذي أخذهم هو الله عز وجل، لكن الله عز وجل أخفى الفاعل، لأن الموطن موطن ذكر النعم ليس ذكر النقم، لذلك أبعدها تبارك وتعالى عن نفسه رغم أنه هو الفاعل جل في علاه. فالموطن موطن ذكر النعم، فقال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم، أعاد الخطاب لنفسه تبارك وتعالى بخطاب العظمة، ثم بعثناكم من بعد موتكم. والإنسان إذا حصلت له يعني نقمة أو حصل له سوء ثم بعد ذلك رفع الله عز وجل عنه هذا السوء، ينبغي أن يتوجه إلى الله عز وجل بذكر هذه النعمة، وأن يشكر ربه عز وجل على هذه النعمة، لأن الله عز وجل أنقذه مما هو فيه. مثل حال إنسان يعني يرى الموت بأم عينه، مثلا تنقلب به السيارة 4-5 قلبات ثم ينجيه الله تبارك وتعالى من موت محقق، عليه إذا رجع بعد ذلك يرجع بتوبة وإنابة إلى الله عز وجل ويتذكر هذه النعمة، أنقذه من مرض محقق فيه الموت، يذكر هذه النعمة التي أنعمها بها تبارك وتعالى عليه. لذلك عقب تبارك وتعالى على هذه الحادثة فقال لعلكم تشكرونه على هذه النعمة، نعمة الإحياء بعد الإماتة. أمهلكم مرة أخرى، كتب لكم عمرا جديدا وكتب لكم حياة جديدة، وهذه لوحدها تستحق أن تشكروه تبارك وتعالى على هذه النعمة. فالإنسان ينبغي عليه أن يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى
لعلكم تشكرون هنا يقيد تبارك وتعالى حكمته من هذا الفعل في بني إسرائيل، أنه يريد أن يذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى، وأن النعم لا تنسى، ينبغي أن تذكر وينبغي أن يشكر تبارك وتعالى على هذه النعمة. لعلكم، أفعال الله تبارك وتعالى كلها معللة، بمعنى أن لها علة، إما علة كونية أو علة شرعية، وأفعال الله عز وجل كلها فيها حكمة قد نعلمها وقد نجهلها، لكنها لابد أن تكون لها حكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وأخفى الله عز وجل كثير من هذه الحكم وكثير من هذه العلل، علينا أن ننقب عنها، أن نفتش عن علل أحكام الله تبارك وتعالى، إن كانت أحكام كونية أو أحكام شرعية نفتش عنها ونعرف أن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة يريدها جل في علاه. لذلك قال لعلكم تشكرون. وتكلمنا عن الشكر ومقام الشكر أنه من أعظم المقامات عند الله تبارك وتعالى. لذلك إذا حصلت نقمة ثم بعد ذلك رفعت هذه النقمة وجاءت مكانها نعمة وجب الشكر ساعتها لله تبارك وتعالى. لذلك يقول عز من قائل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فإذا كشف العذاب وجب الشكر لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين المتذكرين نعمه إنه ولي ذلك والقادر عليه.